طبعا ببارك لنادي الاهلي امبارح على الفوز على نادي المصري البورسعيدي. فوز مستحق وفوز جاي بعد نشوة انتصار على نادي بيراميدز. موسم قوي، مباراة رخمة. الاهلي حقق مكاسب كتير جدا. تصدر الدوري للمرة الأولى الموسم دوت. 16 فوز متتالي. الاهلي اخيرا لقى ضلته في المهاجم بتاعه وسام ابو علي. سترايكر قوي، هيدر شمال شغال، يمين شغال، سريع. بيعرف ازاي يفضي لنفسه مساحة. بيعرف ازاي يلعب بدماغه كويس جدا جدا جدا. حتى لو ممسوك من المدافعين يعرف يوسع لنفسه، بيعرف يفتح لزمايله، بيعرف يستلم تحت ضغط. مهاجم قوي اخيرا الحمد لله لقيناه بعد ما دفعنا فلوس في مهاجمين وخسرنا فلوس ورحنا هنا وجينا هنا. وفي الحمد لله، بس في الاخر ربنا يحميه شر الاصابات ويبعد عنه. المكسب تاني استعادة مستوى رضا سليم بشكل كبير جدا جدا جدا. مكاسب كتير قوي بالجملة. اللي انت توسع الفارق بينك وبين المنافس الموسم دوت اللي هو نادي بيراميدز بحوالي 9 نقط. سهل جدا ان انت تنافس النادي الاهلي، لكن صعب جدا ان انت تاخد بطولة منه. الاهلي في افريقيا بينافس فعلا حرفيا نفسه. على المستوى المحلي الاهلي برضو بينافس نفسه. الاهلي يعشمك قوي 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 ويجيبك قوي قوي وفي الاخر يروح لدعك اللدعه. نادي بيراميدز عمل موسم قوي جدا. مكاسب كبيره ليه. سكواد قوي جدا. لاعب فرق كلها تعتبر مش فرق بطولة. أول ما اصطدم بأول فريق بطولة زي النادي الأهلي، خسر منه الماتشين رايح جاي. الماتش الأول خسر بفضيحة، والماتش التاني نفس الكلام بفضيحة ومشاكل ولاعيبة تشتم ولاعيبة مش عارف ايه ومشاكل كتير جدا. تدخل جماهير، تدفع لها، تجيب لها وجبة، تصطنع الحدث لنفسك. عايز تبقى ليك جماهير، عايز تبقى نادي بطولة. مش سهل جدا ان انت تبقى نادي بطولة. لا سهل، ممكن تنافس ويبقى عندك سكواد قوي، لكن الفانيلا تقيلة. آه، اصطدمت بالنادي الاهلي خسرت منه ماتشين. امبارح اصطدمت بنادي الزمالك اللي هو اصلا بيأدي اضعف مستوياته الموسم دوت ومش بالسكواد اصلا الاساسي، ومع ذلك برضو تعادلت معاه. طبعا انا بشكرك يا غريمي على على الفرص الكتير اللي انت اديتهاني. انا ما توقعتش الصراحه ان نادي الزمالك يلعب ماتش حلو قوي كده امبارح ويبقى ند كبير، وكان هو الاقرب اصلا للفوز على بيراميدز. طبعا بشكرك يا غريمي. اولا للثلاث نقط الاولانيين لما انسحبت من قدامي وريحت لعيبتي اللي هي كانت جايه طبعا من بطوله افريقيا. جايه تعبانه وجايه مرهقه. طبعا انت ريحتني، طبعا شكرا شكرا، مردودالك والله، مردودالك. تاني حاجه، الماتش بتاع امبارح. خليت بيراميدز يفقد نقطتين، وسعت الفارق بيني وبين بيراميدز كتير جدا، ريحت اللعيبه نفسيا. حاجات كتير جدا. طبعا انا بشكر نادي الزمالك اللي هو لعب بالروح ديت. ما كنتش متوقع الحقيقه، كان عندي يعني مش متفائل كالعاده يعني. بس انا اتصدمت امبارح لما لقيت لا الزمالك بيلعب على المكسب وضغط، وكان هو اللي هيفوز فعلا امبارح لولا بس بعض يعني الحظ اللي ما ساعدوش. تاني حاجه، في بعض اللعيبه عندنا خارج مستوياتها خالص زي كريم نيدفيد، زي محمد هاني. طبعا خروج ديانج، معرفش ايه السبب. هل هتجيب حد مطرحه؟ امبارح الاهلي كان نص الملعب متاخد منه. كريم نيدفيد برضو معرفش عشان هو بعيد. مش عارف هل هو مش على مستوى النادي الاهلي. بقدرش برضه اقول، ممكن لما يلعب مباريات كتير يبتدي يستعيد بريقه او يقدر يبقى مؤثر في النادي الاهلي. لكن امبارح نص الملعب بتاع النادي الاهلي كان متاخد منه خالص، ما كانش فيه الا اكرم هو اللي بيضغط. لكن نيدفيد كان تايه، عامل زي ولا بيضغط ضغط عالي بيطلع الفرق معاه، ولا بيرجع تاني عشان يستخلص الكوره.
مع المدافعين لا، بعيد خالص. محمد هاني برضو ميس باص، كميه ميس باص كتير برضو، معرفش التأخير في التغييرات من مارسيل كولر. عمر كمال عبد الواحد نزلته برضو متأخر قوي، لازم برضو في الدقيقة 99 ألف تنزله، مش عارف، تغييرات متأخرة كتير قوي. قفشه المفروض ينزل من بدري. إمام برضو بيتعالى على الكورة. في شايف بعض الطريقة في اللعب، احتفاظ بالكورة كتير، ده مش صح، ده ما ينفعش، احنا في منظومة جماعية، ما ينفعش فردي خالص. برضو نقطة لمارسيل كولر، الشحات لما بيلعب على الناحية اليمين بيبقى أكتر فاعلية. ما بيبقاش فيه لعب فيه أنانية شوية لما بيلعب في الجنب الشمال، الكروسات بتاعته مؤثرة. امبارح صراحة أنا رضا سليم الفت اللي عامله زي ما عمله برضه في مباراة بيراميدز، عمل نفس الفت برضه، خد سحب اللعيبة وطلع وعمل كروس ولا أروع ولا أحلى. انا وطالع انا ما توقعتش الصراحه ان رضا سليم يلعب الكروس حلو قوي كده. ولا توقعت، عشان طبعا كان وسام ابو علي لوحده في ال 18 وممسوك من كذا لاعب في ال 18، لكن طلع وركب الكوره وفضى نفسه، وكرة شومة في الجون. مهاجم زي ما قال الكتاب. طبعا انا توقعي ان وسام ابو علي الموسم ده باذن الله، باذن ربنا يكفيه شر الاصابات، هيحصل على هداف الدوري السنه دي. هو في فرق بينه وبين باستون ميلي، المهاجم بتاع نادي بيراميدز، حوالي جونين او 3 اجوان على ما اعتقد. فمكاسب كتير جدا 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 جدا، الحمد لله. طبعا كنت خايف قبلها، جايين من ماتشين صعبين جدا بتوع نادي بيراميدز، وكان في ماتش كده في وسطيهم بتاع في الكاس تقريبا بتاع نادي ألمونيا. ف لا، كنت خايف من نشوة الفوز، في توهان شوية مشاكل على المستوى السوشيال ميديا بالنسبة للي حصل بين الشحات وحسين الشحات والشيبي، وبعض الاساءه من بعض لعيبه بيراميدز. فكانت السوشيال ميديا فيه دربكه شويه غير كده وكده. الحاجه اللي ما عجبتنيش وانا بلوم فيها مجلس الاداره، وكان ممكن تاثر على ماتش امبارح، تخرج اللعيبه عن تركيزها، وده طبعا ما ينفعش. على الاقل كان الفرح بتاع مروان عطيه اتاجل شهر، على الاقل كنت ضمنت الدوري. احنا لسه كل ده في فرق كبير جدا في النقاط بينك وبين بيراميدز بنسبه كبيره تتخطى 80%. الدوري في الاهلي، بس برضه كان ممكن يحصل دروب. امبارح طبعا مروان عطيه كان موجود بس قاعد بره، طبعا مارسيل كولر ما نزلوش. اللعيبه نفسها كانت في قلب الفرح، انا شفتهم، حتى لو هم مشوا بدري، بس برضه ما ينفعش اصلا. انت كانت ممكن يحصل دروب جامد وتخسر امبارح الماتش بتاع المصري. وطبعا انت عارفين ماتش المصري البورسعيدي صعب، وماتش رخم وتقيل ودمه تقيل، وانا كنت جاي طبعا، ان كنت احساسي اللي هو بعد نشوة الفوز دي حاسس ان الماتش هيبقى ايه، اللعيبه مش مركزه قوي. لكن الحمد لله ربنا كرمنا، والف مبروك اللي طبعا للنادي الاهلي الفوز المتتالي 16 ماتش على التوالي. مبروك تاني للنادي الاهلي، الحمد لله ربنا اكرمنا بوسام ابو علي باذن الله ياخد هداف الدوري السنه دي. طبعا بشكرك مره تانية يا غريمي، الواجب اللي انت عملته معايا الموسم دوت. بشكرك، هردها لك برضو. لكل من تسول له نفسه، النادي الاهلي نادي بطوله. الفانيلا يا جماعه، الفانيلا بتاعت النادي الاهلي دي مش خفيفه، الفانيلا تقيله، مش اي حد. الانديه اللي هي بتاعت البطوله معروفه. آه، بنبعد شويه بنقول لك نادي صن داونز هو نادي بيلعب كوره جماعيه وكوره حلوه جدا، بس تيجي تلاقي مش نادي بطوله. الوداد نادي بطوله، الترجي نادي بطوله، نادي الزمالك نادي بطوله. يا جدعان، اللي انت تبقى نادي بطولة مش سهلة، الموضوع صعب. مش اي نادي دخيل عايز يصطنع ان هو بينافس الاهلي او بينافس حتى نادي الزمالك، صعب. انت اول اختبارات كانت صعبة، هي بين الاهلي، بينك وبين الاهلي وبينك وبين الزمالك خسرتها. فلا، قدامك سنين كتير جدا عبال ما تقدر تبقى نادي بطولة. عملت موسم كويس، بس برضه في الاخر وفي الاول ما عملتش اي حاجه، النتيجه صفر، ما خدتش بطوله بقى 5 سنين في الدوري، ما خدتش بطوله. طبعا ببارك للنادي الاهلي وجماهيره وبشكر اللعيبه طبعا ان هم رجاله وكانوا على قد المسؤوليه. والسلام عليكم.